هلا والله بالشباب، والسلام عليكم. طبعا من بعد ما بعت الدجاجات الكبار قررت انه بعد ما اربي دجاج. طبعا الشيء الوحيد اللي رجعني اربيهن هذا الاكل، هذا التمن، هاي النعمة اللي تزود. ما حبيت انه تنشمر او تروح، فرجعت جبت هاي الافراخ. هم مني كبران استفاد منهن، وبنفس الوقت النعمة ما تروح، يعني مثل ما نقول بالفضلات اللي ترمي نحافظ عليها نعطيها للحيوان. طبعا اللي حيرني بهذين الدجاجات ذن اثنين، هذا الديج ودجاجة ما شاء الله كلش حلوات. ما اعرف نوعيتهن طبعا ذني، بس جابوا لي اياهن. اللي يعرف نوعياتهن خلي ينورنا يكتب لنا شو نوعياتهن ذني. طبعا هذا الديج مثل ما تشوفونه، هذا وديج دجاجته بصفه. طبعا على طول الدجاجات ذني تشوفن شبه الكاشات. شوف هسه الدجاجة شبه الكاشات، بس انه صحتهن كلش زينة ياكلن وصحتهن كلش زينة وما بيهن اي مرض. شوفوهن بس انه شبه الكاشات، ويصيرن مرقطات والراس مالتهن ابيض. طبعا ذني مثل ما تعرفون ذني عربيات شمسيات، وذني الاثنين. طبعا مثل ما تعرفون يعني لازم هالوقت يعني صعوبة انه ينشأ الفرخ ويكبر مال الدجاجة، فسويت لهن قفص مثل ما تشوفوه صغير، وحطيت لهن قلوب حراري حتى شنو نقدر انه البرد ما يأثر عليهن. والحمد لله طبعا جبتهن كلش صغار ما شاء الله، كبرانات وصحتهن كلش زينة. طبعا صار لهن ما يقارب شهر ونص يمي، واسعارهن جدا مناسبة. تعرفون انتم بالشتاء الدجاج يرخص، فذني كلش مناسبات اشتريتهن. والحمد لله هسه شوفوا ذنيشه هاي اكلا شبعان هيش راحي. عكس العربي نشط، دائما نشط. اشوف ذنيشه يعني نشاطهن مو ذاك النشاط مثل العربي، بس انه كصحة ما شاء الله صحتهن كلش حلوة وشكلهن حلو.